أمطار ورياح وشبورة مائية. وحالة الطقس بداية من غدا الاثنين حتى يوم السبت القادم في مصر وفي كل المحافظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه بيستفاد معايا في القناة فضلا وليس امرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهاردة. حالة الطقس المتوقعة في خلال اسبوع بداية من غدا الاثنين حتى يوم السبت القادم بدرجات الحرارة والامطار هنعرضها لكم دلوقتي. وهنبدأ الأول مع درجات الحرارة. بداية من يوم الاثنين هتكون العظمى 23 والصغرى 15 على القاهرة والوجه البحري. أما السواحل الشمالية فالعظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة. وجنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة. أما شمال الصعيد فالعظمى 25 والصغرى 10 درجات. وجنوب الصعيد العظمى 29 والصغرى 19 درجة. ويسود يوم الاثنين طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء. ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر في أغلب أنحاء الجمهورية. وهيكون في شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 9 صباحا على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن الصعيد. وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. أما الثلاثاء فهيكون في شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. أما عن الأربعاء والخميس فهيكون في شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحا. وهيكون في فرص حدوث أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا مع نشاط الرياح. أما الجمعة فهيكون في فرص خفيفة لسقوط الأمطار بنسبة 30% تقريبا مع وجود نشاط للرياح. أما السبت من أول الأسبوع فهيكون في أمطار خفيفة نسبة حدوثها 30% تقريبا. تابعوا معانا كل أخبار الطقس هننزلها لكم أول بأول على القناة. بس ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار الطقس. انتظرونا، إلى اللقاء.